2022 أول ذكاء اصطناعي كيخرج للعالم مسمى بشات جي بي تي من شركة اوبن اي اي. العالم كله تصدم في ديك اللحظة كيفاش انه واحد الآلة كتقدر انه تجاوبنا بواحد السرعة خيالية، في نفس الوقت كتعطينا معلومات دقيقة وشي حوايج اللي كانوا كياخذوا وقت في البحث ديالو. فمن بعد البحث ديالي في هذا الموضوع اكتشفت بأنه الذكاء الاصطناعي ماشي وليد هاد اللحظة، بل انه قديم ديال بصح. والتاريخ وهاد المعلومات اللي غادي تشوفوا في هاد الحلقة راه غادي يصدموكم بزاف على موضوع الذكاء الاصطناعي. فاليوم ان شاء الله غادي نرجعوا بالزمن للوراء، داك النهار الاول اللي سولت الآلة فيه راسها واش غادي نقدر نولي بحال الانسان، وغادي نكتشفوا كيفاش هاد السؤال البسيط تحول لاكبر تهديد وجودي كيهدد العالم. فالقصة الحقيقية ديالنا عزيزي المشاهد ما كتبداش من كاليفورنيا، كتبدا من وسط خراب اللي كان في الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في بريطانيا في واحد المركز سر. تما كان واحد العبقري عالم الرياضيات اللي سميتو آلان تورينغ، واللي كتعتبر اليوم الاب الروحي ديال العلوم. هاد العالم كان عنده هدف واحد، هو يفك الشفرة ديال واحد الآلة ألمانية سميتها إنيغما. كانت كتستعمل هاد الدولة الألمانية ديك الاسم يمكن ليش نقولوا في وقت الحرب العالميه الثانيه باش كتقدر انها تسبق المنافسين ديالها. فتورينغ والفريق ديالو قدروا انهم يصنعوا واحد الاله اللي بنفس الوقت نفس القوه ديال هذيك الاله الالمانيه. وهذا الانجاز العظيم اللي قدروا يديروه ساهم في تقصير المده ديال الحرب العالميه الثانيه، وقدر انه يعتق حياه الاف ديال الناس من الموت. القصه ديالو جسدتها هوليوود بواحد الفيلم اللي معروف اللي كان سميتو لعبه التقليد او ذا ايميتيشن جيم. ولكن طبعا ماشي اي قصه زوينه في النهايه ديال هذه تكون هي زوينه، حيتاش الحياه ديال هذا العبقري ديالنا ما كانت سعيده بالمره. تورين كان ضحيه ديال مجتمع بريطاني قاسي في ذاك الوقت. هادشي ادى للنهايه الماساويه ديالو، والاعمال ديالو بقاو سريين حتى لواحد الفتره عاد بانوا للعالم. الشراره الحقيقيه اللي شعلات الذكاء الاصطناعي كانت في 1950. هذا العام تورينغ غادي ينشر واحد الورقه بحثيه اللي صدمتنا كاملين، واللي كانت بعنوان آلات الحوسبه والذكاء. تورينغ في هذه الورقه طرح واحد السؤال مرعب وبسيط: واش الآلات قادره تفكر؟ وباش يجاوب على هذا السؤال اختار واحد اللعبه واللي هي مبنيه على الفيلم اللي ذكرناه قبيله اللي سماه هو لعبه التقليد. هذا الاختبار بكل بساطه كيقول بلي انه الذكاء الاصطناعي او الاله اللي هو صوب الا قدرت انها تهضر وتفهم مع الانسان وتقنعه بلي حتى هي بشر بحاله، فكنقولوا بلي الاله نجحات. وهذه الفكره هي اللي غادي تفتح باب جهنم على البشريه. ولكن القصه ديالنا كتاخذ واحد المنعطف مظلم وسيء في اوائل الستينات. واحد البروفيسور من بين 1964 و 1967 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا صاوب اول برنامج محادثه في التاريخ ديال البشريه مع الاله اللي كان معروف بسميه إليزا. وهاد السميه اللي استوحاها من واحد الشخصيه اللي سميتها إليزا دوليت ديال الكاتب جورج براندرد شو. إليزا ما كانش برنامج معقد بحال البرامج ديال اليوم، حيت استعمل واحد لغه برمجه قديمه، يعني ماشي شي حاجه اللي متطوره. كان الهدف ديالو انه يحاكي طبيب نفسي اللي قادر انه يهضر مع البشر. البرنامج كان كيخدم بواحد التقنيه بسيطه بزاف سميتها مطابقه الانماط. يعني إليزا ما كانت كتفهم حتى شي حاجه من داكشي اللي كيتكتب ليه. يعني الى الشخص كتب لها مثلا انا مقلق، باش كتجاوبو كتشد ديك الكلمه ديال مقلق وكتقلب عليها بحال الكلمه مفتاحيه وكتكتب لك علاش انت مقلق وعلاش هذا المبرمج دار هادشي كامل، غير باش يبين بان التواصل ديالنا مع الاله فهو تواصل سطحي وما عنده حتى شي فائده. ولكن الكارثه وقعات فاش انه جاب السكرتيره ديالو باش تدوي مع هاد الاله. السكرتيره ديالو جلسات قدام واحد البيسي اللي ضخم وكبير، لان هاد السكرتيره قالت للمبرمج ديالنا شوف واش يمكن لك تخرج وتخليني ندوي انا وهاد الاله بوحدنا بلا ما تكون واقف حدايا. هاد السيده واخا انا كانت عارفه بلي داكشي هاكود وداكشي غامبرمج، يعني ماشي شي حاجه اللي واقعيه، ولكن تعلقات بديك الاله ديال بصح لدرجه انها بدات كتعاود لها الاسرار ديالها والمشاكل ديالها وكلشي الخاص بها. هادشي كيبين لنا بحالنا حنايا دابا اللي كنقولوها شات جي بي تي وجيميناي وغيره، لدرجه انها تعلقات بها ديال بصح وما قدرتش انها تفاك بلا ما تدوي معها نهار اخر من بعد داكشي. فتخلقات لها واحد السميه علميه ليومنا هذا سميتها ذا إليزا إفكت. هاد التاثير ديال إليزا كيبين لنا باللي انه سهل نتحكموا في العقل البشري. هاد الصدمه بدات المسار ديال المبرمج ديالنا بالكامل وتحول من مطور ديال الذكاء الاصطناعي لواحد من اشرس المعارضين ديالو، وقضى حياته كامله وداكشي اللي بقى يحذر البشريه من انهم يتعلقوا بالالات ومن الخطر ديال اعطاء الاله واحد
الدور في المجالات ديالهم واللي كتحتاج تعاطف حقيقي بحال مجالات الطب النفسي والقضاء. طبعا القصه ديال الذكاء الاصطناعي ماشي كلها نجاحات، بالعكس المجال داز من فترات ديال الفشل الذريع، احباط وقطع التمويل، واللي كتعرف تاريخيا بشتاء الذكاء الاصطناعي. في الستينات الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي رفعوا سقف التوقعات لدرجه انهم اغتروا كاع، كانوا كيوعدوا الحكومات بلي انهم في ظرف سنوات قليله غيقدروا انهم يصنعوا واحد الالات الذكاء ديالهم كيعادل ذكاء الانسان، قادر انها تترجم اللغات وتلعب مباريات الشطرنج وتثبت نظريات رياضيه. ولكن الواقع ديال الحواسيب في ذاك الوقت كان قاسي جدا. القدره الحسابيه ديال الخوارزميات في ذاك الوقت ما كانتش احسن حاجه. من بعد ما صدر واحد التقرير ديال واحد المنظمه تابعه لواحد المجلس اللي سميتو ALPS، هاد اللجنه اللي كانت كتمول الحكومه الامريكيه في اطار الحرب البارده اللي كيترجموا فيها الوثائق الروسيه. التقرير كان كارثي بمعنى الحرب. الباحثين صرفوا اكثر من 20 مليون دولار، والنتيجه انه الترجمه ديال الكمبيوتر كانت ثقيله ديال بصح ومكلفه واقل دقه من الترجمه ديالنا حنا البشر. وقفوا على بابهم الدعم الكامل ديال هادشي، وتدمرت المسارات المهنيه ديال الباحثين، وتوقفات الترجمه الاليه لعقود ديال بصح. 1963 جات الضربه الثانيه من المجال براسو. العالمان مارفن مانسكي وسيمور بابير نشروا واحد الكتاب اللي كان الاسم ديالو سيمور بابير، سمحوا لنا الا خطأنا في الاسماء، انتقدوا فيه الشبكات الاصطناعيه العصبيه البسيطه اللي سميتها بيرسيبترون، وثبتوا بالرياضيات باللي هاد الشبكات راه عندها ليميت، ما يمكن ليهاش تكون قويه بما يكفي باش انها تحاكي الذكاء الحقيقي الا كانت فيها غير طبقه واحده. هاد الكتاب خلى الباحثين يهربوا من دراسات الشبكه العصبيه الى يومنا هذا. السرد كيوصل بينا للمحطه الاخيره، القصه المظلمه ديال الذكاء الاصطناعي ما كتوقفش في التاريخ ولا في رقعه الشطرنج. الوحش اللي بدا مع الان تورينغ وبكى السكرتيره مع اليزا ما بقاش غير آلة معزوله مخبيه في مختبر علمي. هذا الذكاء تحول لواحد البنيه تحتيه خفيه كتغلغل في كل جزء من حياتنا اليوميه، كتحكم شنو كتشوف في يوتيوب، مع من غادي تهضر في السوشيال ميديا، وحتى في القرارات اللي كتمس الحياه والموت. فاش كيمرض شي واحد في العائله كنعتقدوا بلي انه الطبيب هو اللي كياخذ القرار، ولكن اليوم الذكاء الاصطناعي ولا كيلعب واحد الدور مرعب ومهم في المجال الصحي والمجال الطب. وهذا الدور مليء بالأنظمة الذكية كتدرب على بيانات تاريخية، وهذه البيانات كتعكس لنا الأخطاء البشرية، الظلم وانعدام المساواة والتحيز والعنصرية. في 2019 اكتشفت كارثة المستشفيات الأمريكية خوارزمية ذكية كانت كتستعمل لتحديد المرضى اللي كيحتاجوا رعاية صحية، بانت بلي أنها متحيزة وعنصرية ضد المرضى السود. الخوارزميات كانت كتعطي الأولوية للمرضى اللي بيضين وحالتهم الصحية راه مزيانة محتاجهاش، على حساب مرضى سود اللي الحالة ديالهم راه خطير. علاش؟ حيت الخوارزمية تدربت على بيانات ديال التكلفة المالية، استخلصات بكل برودة باللي البيض هما اللي كيستحقوا الرعاية، البيض هما اللي كيستحقوا الرعاية اكثر حيت كيكلفوا اكثر فلوس اكثر على البيض مقارنة بالسود بسبب الفقر ولا المساواة الاجتماعية. الآلة هذه ماشي حالة معزول. بدراسة دارتها جامعة ميشيغان اكتشفوا بلي واحد الموديل قاتل كان كيفشل في 66% ديال الحالات الحقيقية، كان كيغرق الأطباء بإنذارات اللي كاذب. هذا المشكل في الموديل كيفقد الدقة ديالو مع الوقت، وفاش كيواجه بيانات حقيقية ما كانش متوقع. المصيبة الأكبر هي أن الأطباء ما كيفهموش هاد الخوارزمية بسبب مشكلة الصندوق الأسود. كنعرفوا الداتا اللي دخلات وكنشوفوا النتيجة المريضة اللي خرجت، ولكن حتى واحد في العالم ما كيعرفش كيفاش هاد الملايير ديال الخلايا العصبية الاصطناعية خدات داك القرار.